قصة غريبة وعجيبة، لكنها مش أول مرة تحصل. هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة لفرنسا. الموضوع كبير، لكن اتحاد المصارعة واخد الموضوع ببساطة وكأن ده شيء متوقع، والإعلام واخد الموضوع بأريحية وكأن ده موضوع عادي، وأنا وإنت مش مهتمين وكأن ده موضوع ما يخصناش. لكن في النهاية كلنا عرفنا الخبر، واللاعب بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا اللي كانت مقامة في تونس اختفى فجأة. البعثة انتظرته في المطار، لكن الفتى الفضي شرخ وطار. واللي سهل عملية الهروب إن اللاعب كان معاه جواز السفر الخاص بيه، وطبعاً ده كلام ممنوع، والمفروض جوازات البعثة كلها بتكون مع رئيس البعثة لغاية ما يرجعوا القاهرة. كمان أخونا أحمد بغدودة كان حاصل على تأشيرة شنجن، ودي التأشيرة اللي بتسمح لك تدخل أي دولة أوروبية، وبالتالي أصبحت مهمة اللاعب سهلة للهروب. طبعاً مسؤولي الاتحاد لما سمعوا خبر اختفاء أحمد راحوا عملوا محضر في الاسم، وكمان بلغوا وزارة الشباب والرياضة علشان يكون عندهم علم. ما هو أحمد برضو مش أي لاعب، ده كان لاعب من ضمن لاعيبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة. يعني المفروض إن البلد بتجهزه علشان يبقى لاعب أولمبي ويجيب لنا ميداليات بالملايين ويرفع علم مصر. بس أحمد كان له رأي تاني. أحمد شايف إن مش عارف يشتري كوتشي يروح بيه التمرين. أحمد شايف لاعب كرة القدم قدامه بيقبض ملايين وهو بياخد 3000 جنيه في الشهر، وبعد خصم الضرايب والدمغات بيوصلوا ل 2200 جنيه وبس. أحمد شايف لاعب المصارعة اللي زيه في دول أوروبا بياخدوا ملايين. من الآخر كده أحمد حس بالظلم وبعدم التقدير. كمان أحمد مش أول لاعب يهرب لأوروبا، في كتير سبقوه وحققوا نجاحات ضخمة في الخارج، بينما الذين ظلموا في مصر وحققوا الميداليات ما زالوا بينتظروا معاش وزارة الشباب والرياضة. معادلة صعبة وغريبة ما تقدرش تحكم فيها مين الظالم ومين المظلوم، مين الصح ومين الغلط. لكن في النهاية كلنا بنحب مصر وتراب مصر، حتى اللي أخد بعضه وهرب برضه بيحب مصر، زي اللي ما ادالوش حقه وخلاه يهرب، واللي برضه بيحب مصر وبيتعامل حسب الإمكانيات المتوفرة له وحسب اللوائح والقوانين. عمنا بغدودة الكبير والد اللاعب أحمد بغدودة بيقول: ابني كان بيحلم بالحصول على ميدالية أولمبية، ولكنه لم يحصل على أي مستحقات سوى 2200 جنيه حصل عليها لمدة شهرين فقط، وبقاله 12 سنة ما أخدش أي فلوس من اتحاد المصارعة. اتحاد المصارعة ما سكتش، رد وقال: ابنك أخد مكافأة الميدالية الفضية 16,000 جنيه كاملة يا حاج بغدودة، بس احنا خصمنا منها تمن الطقم التاني اللي كان بياخده، وخصمنا منها الدمغات وخصمنا الضرايب، فالمبلغ رسى على 2200 جنيه. طبعا عم بغدودة سمع الرد ده ودمه فار، فراح طلع في الإعلام وحكاه، وكمان الموضوع انتشر في السوشيال ميديا وبقت ليلة يا عمدة. وطبعا المسؤولين بتوع مصلحة الضرايب سمعوا الكلام بتاع مسؤول اتحاد المصارعة، فخرجوا النهاردة بالرد بتاعهم. مصلحة الضرايب قالت ايه بقى بخصوص خصم مبلغ 14,000 جنيه كضرايب من أصل مبلغ 16,000 من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة؟ نحب نوضح لكم إن بغدودة أصلاً بيقبض 3000 جنيه في الشهر، واللاعب له مستحقات 6 شهور، يعني ليه في ذمة اتحاد الكرة 18,000 جنيه. فال18,000 دول اتخصم منهم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة ل 3% رسم تنمية، وده طبعاً طبقاً للوائح والقوانين. اللاعب بقى كان عليه مبلغ قديم قيمته 13,000 جنيه ونص، ودي كانت رسوم انتقال بغدودة من مركز شباب بيلة علشان ينضم للمشروع القومي للموهبة ويبقى بطل، وكل ده طبعاً في ضوء اللوائح الداخلية لاتحاد المصارعة. يعني اللاعب لو كان سدد 13,000 ونص كان زمانه قبض 16,000 جنيه كاملين وما كانش هرب ولا حاجة، بس مسؤولي الاتحاد قالوا خلاص احنا هنخصمها من مستحقاته. وبالفعل لما أخذ مكافأة الميدالية الفضية لبطولة إفريقيا خصمنا منه اللي عليه، فالمبلغ رسي على 2200 جنيه، أخدهم وعليهم بوسة. وتاني يوم فص ملح وداب، والدنيا كلها عرفت إن بغدودة هرب لفرنسا. وفي النهاية إخواتنا مسؤولي اتحاد المصارعة طلعوا بيان من ساعة كده أكدوا فيه إن بغدودة أخد كل مستحقاته. وعلشان الكلام يبقى رسمي نظمي فهمي،
إحنا بعتنا مخاطبة لمصلحة الضرايب وقلنا لها إننا عندنا جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه، وهي دي حكاية آخر أبطال مصر الهاربين أحمد بغدودة. فهل سنسمع قريباً عن حكاية أخرى لهارب جديد، أم أن مسؤولي الرياضة في مصر سيتداركون هذا العبث ويضعون له حلولاً جذرية؟ عموماً الأيام جاية والأيام كتيرة والاستاد كبير وهنشوف. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.